تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة ايه الاخبار؟ جاء ازيك؟ عامل ايه؟ انا عارف والله ان انا يعني ماليش هيم بصراحه ان انا اجي واتكلم وانك مش تبص في وشي. انا عارف بصراحه، انا بصراحه افورت المره دي في الاختفاء، لكن الحقيقه ان انا دخلنا الترم التاني من هنا وعينك ما تشوف الا النور حرفيا. انا مش عارف والله في ايه، بس الكليه عامه ايه مدحيلها جامد ومبهدلنا امتحانات وتسليمات وبرزنتيشنات وحاجات غريبه كده، وانا في النص فاهم. فيعني انا اسف والله، انا متبهدل فعلا، فمش عارف ان انا التزم في تنزيل الفيديوهات هنا، ولكن ان شاء الله نامل ان دي تبقى فتره سخيفه وتعدي، والكليه ان شاء الله هتبقى سهله الدنيا هتبقى كله تمام. ولكن نامل ان دي فتره سخيفه بس وتعدي ان شاء الله، وارجع انتظم تاني في تنزيل الفيديوهات، لان انا بصراحه بقالي فتره طويله ما نزلتش فيديوهات خالص. اخر فيديو نزلته من 3 اسابيع، واللي هو برده كنت بصيح فيه عن الكليه، فيعني الموضوع مش ألذ حاجه يعني. وده كادر جديد انا قررت ان انا اعمله، يعني عشان بصراحه احنا بقالنا كتير بنصور في نفس الموضوع بالظبط او في نفس المكان بالظبط، فقررت ان انا اغير الزاويه اللي حاطط فيها الموبايل. قال يعني بجدد وغيرنا اللوكيشن يعني كده، ولكن حبيت بس اقول لك ان انا عندي ركن في الاوضه بتاعتي. المهم انا النهارده جاي لي بقى اولا عشان انت وحشني، وعشان بقالي كتير بصراحه ما شفتكش وما اتكلمتش معاك كده، فقلت ايه اطب عليك اشوفك عامل ايه. والفيديو بتاع النهارده انا جاي اتكلم معاك عن حاجه رهيبه جدا جدا حصلت الفتره اللي فاتت بصراحه، حاجه نقدر نقول عليها بدون اي نوع من انواع المبالغه انها حرفيا نقله نوعيه في سوق اللابتوبس. اشرب قهوه عادي، خد بالك انا لسه متسحر عامه، اشرب قهوه بعد السحور عشان نموت ان شاء الله. كمحمد انا بعشق فكره اللابتوب، فكره ان يبقى معاك جهاز قادر على انه يعمل اي حاجه يقدر البي سي انه يعملها، وكمان يبقى الجهاز ده معاك متنقل تقدر تاخده تروح تشتغل مثلا في كافيه او في اي نادي او في اي حته بره. الفكره دي بصراحه فكره ممتازه جدا جدا بصراحه، ومش راضيه تخرج بره دماغي فاهم. ولكن للاسف في عوامل كده بتخلي فكره ان انا البي سي واللابتوب هي فكره مستحيله، وبتقتل الفكره في دماغي تماما بصراحه ان انا اسيب البي سي واروح لللابتوب. العوامل دي بتتلخص في 3 حاجات. اول حاجه ان مش كل اللابتوبس بتيجي بالعداد القوي اللي يسمح لي ان انا اشتغل في الشغل بتاعي في المونتاج من غير اي مشاكل. تاني حاجه ان اللابتوبس بصراحه لو مش جيمنج او لو مش ار جي بي بقى وكده، بتحس ان التجربه بتاعتها تجربه ممله وتجربه يعني فاهم غريبه بشكل بحت. انا مش عارف بصراحه عامه ليه بحس بكده، بس انا مش عارف، انا بحس ان اللابتوب لو مش ار جي بي، لو مش جيمنج، لو شكله فاهم مش روش كده، بحس ان التجربه بتاعته بصراحه ممله جدا يعني، مش عارف ليه بصراحه. ثالث حاجه وجود شاشه واحده بس في اللابتوب، ودي هنتكلم عنها بعدين، او ممكن نبقى نعمل فيديو مخصوص حتى اشرح لك يعني ايه وجود شاشه واحده عامل ازمه. بس عامه فكره وجود شاشه واحده في اللابتوب بالنسبه لي كحد بيشتغل في المونتاج بقى 3 سنين، بلاي اوت هو عامله او بلاي اوت هو اتعود عليه اوريدي، الموضوع ده بيبقى صعب بالنسبه لي شويه. خليني اوضح لك سيكا في النقطه دي من غير ما اخش في تفاصيل سخيفه مالهاش معنى. خليني اوضح لك بس انا اقصد ايه. المونتاج عامه او البرامج اللي بتاعت المونتاج عامه بتبقى جايه بان هي فكره ان انت تقدر تغير اللاي اوت او تغير شكل البرنامج اللي هو جاي بيه. على سبيل المثال في البريمير بتسمى بالورك سبيس، تقدر تغير الورك سبيس بتاعتك وتعمل ورك سبيس خاصه بيك انت، ترتب فيها النوافذ او الادوات بتاعت البرنامج بالشكل اللي يسهل عليك او اللي يخليك تبقى برودكتيف واسرع في عمليه المونتاج. هل انا كمحمد بستخدم الشاشتين في العمليه دي او في الموضوع ده، عندي شاشتين عشان كده بستخدمهم. في حته شاشه واحده دي بصراحه بالنسبه لي صعبه شويه، يعني لما ببقى بعمل حاجه على الشاشه الثانيه فبضطر ان انا اديت على شاشه واحده، الموضوع بالنسبه لي بصراحه بيبقى ضرب من ضروب العذاب، ما ببقاش عارف اركز قوي، ببقى حاسس ان انا فاهم مخنوق كده او محبوس في مجرد شاشه واحده. فالعادي انا بستخدم شاشتين في الموضوع بيفرق يعني. حته شاشتين دي من شاشه واحده مش موضوع تافه، بالعكس الموضوع ده مهم جدا جدا، بس ده ممكن ينقلك في حته ثانيه تماما لو انت بتشتغل في حته ليها علاقه بالكرياتيفيتي او بالارت وكده يعني. ايا كان يعني نقرب اكتر اللابتوب اللي هنتكلم عنه النهارده ونتكلم شويه عن شركه ايسوس. دايما شركه ايسوس من وجهه نظري هي واحده من اكتر الشركات المميزه في موضوع اللابتوبس او في مجال اللابتوبس عامه، لانها من وجهه نظري بتقدر انها تحط طابع خاص كده في اللابتوبس اللي هي بتعملها، او بتقدر تعمل لابتوبس مميزه كده بحيث اللي هو ده ايسوس، او الفكره دي او التفكير ده تفكير ايسوس. لانه تمام هنا من فتره عارف ان اللابتوب الوحيد او الجهاز الوحيد اللي لو توفرت معاه فلوسه هروح اجيبه هو الماك بوك برو الام 2 ماكس. هو فاهم، هو ده بالنسبه لي ده لابتوب. بس دي فيها جهاز تاني غير الماك بوك اللي اتكلمنا عليه، وهو الروك زيفيرس دو من ايسس برضو. يعني اللابتوب بالنسبه لي من ويندوز اللي توفرت معايا فلوس وراح اجيبه وهو ار او جي زيفيرس دو. واللي مش فاكر ايه اللابتوب ده، فده اللابتوب اللي كان بيجيب شاشتين، شاشه طبيعيه في مكانها عادي وشاشه تانية فوق الكيبورد فاهم. وحرفيا وبرضه صحح لي لو انا غلط في الكومنتات ان شركه ايسس هي الشركه الوحيده او اول شركه تقريبا تفكر انها تحط شاشه فوق الكيبورد في لابتوب فاهم، عشان تخلي الموضوع اقل او اقل الما، او ان الحاجات اللي انت تضطر تتاقلم معاها تبقى اقل شويه من لو انت
جاي من شاشتين مثلا رايح على لابتوب بشاشه واحده. الليفل اللي اسوس وصلت له ده في حته انها تعمل لابتوب بشاشتين حرفيا، قررت انها تعلى بالليفل تاني وتعمل لابتوب حرفيا كله شاشه، وهو الايسوس زين بوك 2 اللي شفناه السنه اللي فاتت تقريبا. والايسوس زين بوك 2 ده حرفيا فكرته ان هو عباره عن شاشه، هو كله شاشه وبيجي معاه كيبورد اكسترنال بتتوصل بيه ماجنتيك، يعني بتلزق على الشاشه اللي تحت ماجنتيك، والدنيا تمام والدنيا زي الفل. الا ان هم قرروا ياخدوا الموضوع لليفل ابعد كمان ونزلوا جيل جديد خالي تماما من اي نوع من انواع العيوب، وهو الايسوس زين بوك 2 2024. خليني اكد لك قبل ما نخش نتكلم عن اللابتوب انك فعليا هتنبهر جدا. يعني اللابتوب اسمه ايسوس زين بوك 2 2024. طب زي ما اتفقنا اللابتوب كله بيجي عباره عن شاشه، ولو بتتسال عن الكيبورد بتبقى فين، فهي بتبقى موجوده عادي زي الجيل القديم، وبتتلزق برده ماجنتيك عادي، ولكن الفكره هنا انها بتيجي ببنات بتتشحن منها، وما بتبقاش برده لازقه ماجنتيك بشكل كلي، لازقه ماجنتيك ويبقى ليها زي لوك كده، او البنات دي بتمسك في البن الموجود في جوه اللابتوب، فبيخلي الكيبورد لازقه في مكانها. ومش بس كده، كمان اللابتوب ده بيجي معاه قلم عشان لو انت حبيت تستخدم اللابتوب ده في جرافيك ديزايننج او في اي حاجه تقدر تستخدم القلم ده بشكل عادي جدا. كمان ان انت تفتح الفيرتشوال كيبورد باستخدام شورت كات بسيط من الست صوابع، بتعمل 6 صوابع كده، فبتفتح الفيرتشوال كيبورد بتاعتك وبتتعامل بيها برده عادي جدا. هنا حركه صايعه برده بالنسبه لموضوع الفيرتشوال كيبورد ده، انك تقدر تفتح الكيبورد بكذا سايز. تقدر تفتحها بفول سايز كيبورد تاخد الشاشه اللي تحت كلها، تقدر تفتحها بسمول سايز كيبورد او بسايز تاني، بحيث ان هي يبقى معاك لوك قريب اكتر للروك زيفيروس دو اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو، بحيث ان هو يبقى فاهم اللي هو فيه شاشه اساسيه وشاشه فوق الكيبورد، فتقدر تحقق اللوك ده من خلال اللابتوب اللي معانا هنا. طيب نيجي بقى لاهم حاجه في اللابتوب ده دلوقتي، وهي الشاشات. مبدئيا كده اللابتوب جاي بشاشتين 14 بوصه، كل واحده فيهم حوالي 3 كي في الريزولوشن، وبتيجي الاثنين بيجوا بتردد 120 هرتز. وفعليا خلينا اقول ان السلسله دي من اللابتوبس بتقدم تجربه استخدام مميزه جدا جدا، تكاد تكون مش موجوده في اي لابتوب تاني. مش بس عشان الشاشتين على فكره، بس فكره ان اللابتوب يبقى سلس وسهل قوي كده تتعامل معاه، ويحاول ان هو يوفر لك او يديك القدره ان انت تكستمايز الورك انفايرمنت بتاعتك او المكان اللي انت هتشتغل عليه او الطريقه اللي انت تتعامل بيها معاه. بصراحه دي فكره بالنسبه لي مميزه جدا جدا. بالنسبه للاداء فهو جاي بمعالج الجديد من انتل كور 9 الترا، والمعالج ده معمول عشان بس يشغل الذكاء الاصطناعي في اي حاجه ممكن تتخيلها، فده الميزه الوحيده بتاعت المعالج ده، او ده الميزه بتاعت المعالج ده، الميزه الرئيسيه بتاعت المعالج ده يعني. وجايب 32 جيجا بايت رام مع هارد 2 تيرا NVMe M.2. وعلى الرغم من توفر شاشتين في الجهاز ده، واللي هي اوريدي حاجه بتلغي فكره استخدامك الاكسترنال مونيتور او حاجه بتجعلها فكره مش منطقيه اساسا، الا انه جايب مكان ال HDMI عشان لو عايز برضه توصل شاشه ثالثه تقدر تعمل كده. مش عارف بصراحه انت ليه ممكن تعمل كده، ولكن لو عايز تعمل كده تقدر تعمل كده من خلال ال HDMI يعني. حاجه كمان ان هو جايب هيدفون جاك عشان برضه عايز توصل سماعه وايرد او حاجه ما يبقاش نفسك في حاجه وما تعملهاش يعني. وجايب برضه USB Type C و USB Type A. بص كل البورتس اللي انت هتحتاجها هنا هتلاقيها. البورتس حاليا ما بقتش مشكله يعني في اللابتوبس الجديده. اللابتوبس اللي بتيجي من غير بورتس اوريدي، انا من وجهه نظري انا مش عارف بصراحه ده صح ولا غلط، بس انا ما بشوفش ان غياب بورت من اللابتوب هي ازمه، لان في دونجلز وفي كونفرترز وفي ليله فاهم. انا ما بتبقاش اكتر حاجه عمليه في الدنيا، وممكن تبقى الكواليتي بتاعتهم مش انضف حاجه، بس ستيل مش ازمه فاهم. طيب نيجي بقى للحته اللي انا مش بحبها بصراحه في الفيديوهات دي، وهي نقطه السعر. سعر اللابتوب ده عامل حوالي 2000 دولار، واللي هو بالمصري سعره تقريبا عامل حوالي 93000 جنيه. وعلى الرغم من كده ما ينفعش برضه نلوم الشركه، لان الشركه مسعره اللابتوب بسعر 1500 دولار، واللي هو فعليا نص سعر الجيل اللي فات. ايسوس عامله معادله حرفيا مستحيله فاهم. الجيل اللي فات كان سعره بيبتدي من تقريبا حوالي 3000 دولار، السنه دي بيبتدي من 1500 دولار بس، عشان احنا كمان عندنا هنا في مصر هيبقى سعره 2000 دولار بعد الجمارك والضرايب والكلام ده، فبقى سعره تقريبا عامل حوالي 2000 دولار. 2000 دولار ده زي ما اتفقنا يعني 93000 جنيه، فرقم بصراحه ضخم جدا جدا بصراحه. ده طبعا بيخلي فكره الناس العاديه اللي زيي واللي زيك فرصه تعاملهم معاه مستحيله تقريبا. وبكده هكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو فيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك اشعاره اول باول. وما تنساش برضه لو عندك اي سؤال عايز تساله او لو عايز تتكلم معايا في اي حاجه في الدنيا، ما تنساش تكتب لي في الكومنتس تحت، او تبعت لي على السوشيال ميديا بتاعتي اللي هتلاقي اللينكس بتاعتها موجوده تحت الفيديو الديسكربشن. شكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.